الحوزي شو هو؟ يعني الأندلسي عندنا فكرة، أنا شخصيا صادفت يعني كمان مغنين من المغرب، من الجزائر، من تونس يغنوا أندلسي، بس الحوزي يبدو أنه هو جزائري، يعني نعم. غناء جزائري محض. طبعا الحوزي جاء بعد الموسيقى الأندلسية، لأن الموسيقى الأندلسية كانت تتغنى بالقصور، يعني عند الملك، ويعني كانت موسيقى راقية كتير آنذاك في عهد الزيانيين. وبعدين جو شعراء مثل بنت سايب، بنت ريكي، يعني كتير ما بقدر. كانوا هادو يقولوا لهم الريفيين، يعني شعراء الأرياف. شعراء الأرياف كانوا ما بيكتبوا، لأن الموسيقى الأندلسية مكتوبة باللغة العربية. نعم. احنا نغنيها باللغة العربية، هي الفصحى. الفصحى. نعم. بس الموسيقى الحوزي مكتوبة بالدارجة الجزائرية. وكانوا هادو الناس يعني ما نقولوش فقراء، ولكن مش يعني ملوك، من الطبقة الثانية، كانوا ساكنين يعني برا على القصر. نعم. يعيطوا لهم الحوز. من هي جاء اسم الحوز. الحوز. وهادو شعراء كبار، وكانوا الناس بيلحنوا لهم، وهذا هو. طيب. وأيضا نجد أنواع أخرى من الأندلس. الحوزي أيضا، الحوزي في مدينة تلمسان، يعني خلق في تلمسان. الحوزي هو معروف منطقة تلمسان. هذا الشعراء تاع الحوزي كانوا شعراء كانوا قاطنين بأحواز مدينة تلمسان. بأحواز مثل الناس معهم. من أغلبية الشعراء اللي معروفين كاين المرحوم بن مسايب، كاين بن سهلة، كاين بن سريكي، كاين كثير. الموسيقى الكلاسيكية الجزائرية الأندلسية عندها مشتقات. احنا من المشتقات تاعها اللي تميز مدينة تلمسان هي الحوزي. علاش الحوزي؟ ديجا هاد الكلمة حوزي ما جاء من كلمة، مقتبسة من كلمة حوز. الحوز هما اللي كانوا يعيشوا اون دور دي اسوار. الاسوار تلمسان، يعني تلمسان بكري كانت بلعب اسوار، دونك اللي كانوا يسكنوا الاكستيريور يعني من برا على هاد الاسوار يعيطوا لهم الحوز، ما جاء من كلمة بيريمتر. دونك هاد الحوز هما اللي كانوا ينظموا قصائد بالدارجة، هي قصائد شعرية ولكن بلو ديالكت تاعنا. دونك هذه يعني من خصائص مدينة تلمسان أن عندها موسيقى الحوزي.